تحولت نزهة عائلية عادية بشاطئ سيدي رحال من لحظة فرح واستجمام إلى مأساة حقيقية. الضحية الطفلة الصغيرة غيثة كانت تلهو ببراءة وسط العائلات قبل أن تباغتها سيارة رباعية الدفع تقوم بحركات استعراضية وسط المصطافين. دهستها السيارة بقوة وأصابتها بجروح خطيرة على مستوى الرأس والوجه. نقلت إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة، وهي الآن بين الحياة والموت. لكن الصدمة لم تتوقف عند الحادث، بل تضاعفت بعد أن قيل إن أحد أقرباء السائق قال: عندنا الفلوس، وكأن المال يلغي الجريمة. في تصريح مؤلم قال والد غيثة: ما بغيت لا فلوس لا تعويض، بغيت غير بنتي تعيش وتمشي على رجليها، بغيت غير العدالة لابنتي. الغضب الشعبي يتصاعد ومطالب قوية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين. الناس يتساءلون: من سمح بدخول سيارات إلى فضاء مخصص للترفيه؟ غيث اليوم معلقة بين الألم والانتظار، ووالدها لا يطلب شيئا سوى العدالة. فهل تتحقق أم تطوى الملف كما طويت ملفات كثيرة قبلها؟